الراجل ده نصب على دولة بحالها وفي الآخر كتب لهم حتة وصل. في بروسيا سنة 1849 اتولد فيلهلم فوكت، وأول ما يدوب وصل ل 14 سنة يعني حوالي سنة 1863 اتحبس أسبوعين بسبب السرقة، عشان كده اتطرد من المدرسة وتعلم صناعة الأحذية وبقى جزمجي زي أبوه. بس يهدى وياكلها بالحلال إزاي؟ ده يقضيها سرقة وتزوير ويبقى زبون دايم للسجن ما بين سنة 1864 و 1891، اللي أطول عقوبة فيهم كانت مدتها 15 سنة بسبب محاولة سرقة فاشلة لخزنة محكمة. والمهم خرج من السجن بالسلامة في 12 فبراير 1906 وراح عاش مع أخته في بلد اسمها ريكسدورف، كانت وقتها قريبة من برلين لكن دلوقتي هي جزء منها. واشتغل لفترة قصيرة عند جزمجي، سمعته كانت كويسة بس هو طبعا ما كانش مبسوط ولا حاسس بالتقدير خالص، لحد ما في يوم وهو مروح عينه تقع على محل ملابس مستعملة عارض جاكيت قديم لبدلة نقيب في الجيش. هنا فيلهلم عينه زغللت عليها وقرر ينفذ أغرب حاجة ممكن تسمع عنها. اشترى الجاكيت وكمل البدلة من محل تاني، ويوم 16 أكتوبر 1906 لبسها وراح ناحية معسكر للجيش، وبكل ثقة وقف 4 عساكر وشاويش كانوا راجعين للمعسكر. مشى الشاويش اللي كان بيقودهم وقال له يروح يبلغ رؤسائه إنه عايزهم في مهمة سرية، وانتحل شخصية مأمور السجن اللي كان محبوس فيه وقال لل4 عساكر يمشوا معاه، فمشوا وراه. وبعدها جمع 6 عساكر تانيين بنفس الطريقة، وبعدها ركبوا القطر لغاية كوبنهاجن، ودي مدينة شرق برلين، وسيطر على مبنى مجلس المدينة بالعساكر بتوعه وطلب منهم يقفلوا كل المخارج بتاعة المبنى، وأمر نقطة الشرطة هناك إنهم يهتموا بالأمن والنظام ويمنعوا أي مكالمات لبرلين لمدة ساعة. وأما اعتقل أمين الصندوق فون فيلبرغ ورئيس مجلس المدينة جيورج لانجرهانز بتهمة الفساد السياسي، وصادر وقتها 4000 مارك وكتب لهم وصل بالفلوس ومضى عليه باسم مأمور السجن القديم اللي كان محبوس فيه. بعدها طلب عربيتين حنطور وأمر 4 عساكر إنهم ياخدوا المقبوض عليهم على القيادة العامة في برلين عشان يتحقق معاهم، وأمر ال6 عساكر اللي فاضلين يفضلوا واقفين مكانهم لمدة نص ساعة. أما فيلهلم أو كابتن كوبنهاجن زي ما بقوا يسموه بعد كده خد الفلوس وطلع على محطة القطر وبدل هدومه بهدوم مدنية وفص ملح وداب، عشان بعدها بوقت قصير تكتشف الشرطة الألمانية السرقة. وفي 17 أكتوبر سنة 1906 تنشر مواصفات للمجرم في كل الجرايد، وبعد 10 أيام بس يتقبض على فوكت ويتحكم عليه ب4 سنين ويبقى فضيحة للحكومة الألمانية ويبقى ترند في أوروبا كلها، ويقضي بسبب كده 2 بس من العقوبة عشان بعدها يتشهر ويلف العالم كله بمسرحية بتحكي عن مغامراته في النصب، وكمان يألف كتاب ويسميه كيف أصبحت كابتن من كوبنهاجن، ويعيش بعدها في لوكسمبورغ وحياته تختلف نهائيا. وزي ما حياته كانت مليانة بالمواقف الغريبة فكمان وفاته انتهت بموقف أغرب بكتير، لأن لما توفى سنة 1922 يقال إن النعش بتاعه وهو رايح يدفن في مقابر نوتردام في لوكسمبورغ كان متغطي بأكاليل زهور ورموز عسكرية، والناس اللي كانت ماشية في جنازته كانوا بيتكلموا عنه بلقبه الشهير وسطهم اللي كان الكابتن أو النقيب. فقابلوا في الطريق للمقابر فرقة من العساكر الفرنسويين، لأن لوكسمبورغ وقتها كانت محتلة من القوات الفرنسية بعد الحرب العالمية الأولى، فالقائد الفرنساوي افتكروا ضابط ألماني سابق فأمر رجالته يقفوا له تعظيم سلام ويكرموا زميلهم الضابط الراحل وهم ما يعرفوش اللي فيها، عشان حتى في وفاته يأكد إن المظاهر دايما خداعة.